السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو بسيط كده، اكل يومي عادي خالص. معايا هعمل صينية بطاطس بالحوايج على لحمة، وهعمل معاها شوية رز بشعرية. طبعا انا محضرة كده علشان في ناس بتقول ان انت بتطبخي الطبخة في سواء، هي اصلا بحضري حاجتك وضبي خلطة طماطم، خراط البطاطس، خراط البصل، وضبي الحاجة كده. وبعد كده ابدأي بقى ان انت تحطي على البوتاجاز وتطبقي الطبخه كده، ما تاخدش معاكي وقت، لان في ناس بتشتكي من وقت الطبيخ. دي الطماطم انا خلطه فيها راس توم بقشرها يعني. ودي الحوايج، انا كنت بصراحه عندي فرختين كده شارياهم ومدبحاهم، وخدت الحوايج بتاعتهم كنت شاويه فراخ وحشيتها، وركنت باقي شويه من الحشوه كده، حطيتهم على الحوايج. لما اتبلوا قلت هعملهم في صينيه بطاطس، يبقى الفراخ قضت يوم والبطاطس والحوايج قضوا يوم. ومعايا طبعا مخرطه لصينيه البطاطس ديت، على حسب بقى عندك البصل. حبايه بصل كبيره او حبايتين وسط، وقرن كده من الشطه الخضراء. لو عندك الفلفل ماشي، ده شغال وده شغال، بس انا بحب الشطه، هي مش حراقه، هي اللي هي الفلافله ديت بتبقى طعمه قوي وحلوه ونفسها حلو في الطبيخ. وزي ما قلنا هنا انا عامله الحوايج وحطها على فكره من بالليل في التلاجة، يعني انا دبلتهم كده ببصلايه بشويه فلفل اسمر بشويه ملح، بقرن برضو من الشطه الخضراء ديت، وفرمتهم ناعم خالص، وقمت حطهم في التلاجة من بالليل اتدبلوا. صبحت الصبح كده ايه، رايقه بقى، ما فيش شغلانه تعبانه ولا اي حاجه. هنا بقى جبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها معلقة من الزيت كده، او سمنة او لا ما ينفعش زبدة، معلقة من السمنة او الزيت. ادم في طبيخ يعني كل حاجة لها ايه وقتها. ده بوريكم طبعا البوتاجاز انا سايباه بقى كده عشان اعمله فيديو معاكم، هنغسله طبعا على العيد ونعمل نظافة العيد ان شاء الله، روتين كده حلو. بس عايزه اقول لكم ان انا سايبه البوتاجاز كده بكيفي علشان اعمله فيديو غسيل البوتاجاز كده، يعني انا على طول ببقى ايدي فيه. بس يعني إيه، بدات اكسل كده واقول ايه، انا كده كده هغسله غسله كبيره، وغسله نظيفه يعني مظبوطه زي ما بيقول. هنا بقى نزلت بالبصل والفلفل مع بعض كده، وطبعا هدبل البصله بس، يعني ما بتحمرهاش قوي، او على حسب ما انت بتحب ممكن تحطها برضو نيه، يعني مش لازم تكون البصلايه متدبله، يعني براحتك يعني. بس بصراحة بتديها طعم حلو لما بتدبلي ايه البصلة كده. وهنزل بقى بالحوايج بتاعتي كده. عايزة اقول لكم ان انت لما بتشوحيها الاول بتدي تطعيمة حلوة كده للحوايج، او لصينية البطاطس عامة يعني، بتختلف من انك تحطيها نية كده. طبعا ديت المية اللي سردت منها مش هحطها عشان ما تغمقش الصينية. هي دوبك ادخل بس الحوايج، وما يهمنيش بقى بصل منها ولا اي حاجه، علشان هي خلاص خدت الطعم والتتبيله الحلوه اللي فيها. هقلبها كده وانزل عليها بورقتين من ورق اللورة، ومعايا البهارات بقى، فلفل والسبع بهارات وكزبره ناشفه، ومكعبين كده من مرق الدجاج لو مش متوفر عادي، لان كده كده الحوايج بتقوم يعني بمفعول المكعبات. بس انا بصراحه عندي، انا كنت جايبه علبه من الكبيره، وبحب ان انا اطعم لانه بيبقى كلته مثلا بصل بودره وتوم بودره، فبيطعم معايا الطبخه بتاعتي. هنزل برشه كده لخبطهم على بعض حلو، وانزل برشه كده على الحوايج على ما شايفين انا شوحتها حلو اهو. بتفرق عن انك تسيبيها نيه، يعني لما تحطها نيه وتحط البطاطس وتحط الطماطم، الطعم ده بيفرق. يعني عايزه اقول لكم التشويح ده مهم جدا 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 يعني، بيفرق جدا. حتى تشويحة البطاطس عليها بتفرق برضو، يعني حتى لو انت لو شوحت البطاطس الاول ورجعت طلعتيها وحطيتها في طاقه، انا عملت برضو فيديو كتير لصينيه البطاطس بكم طريقه، بس كلها بتدي في النهايه ان النتيجه واحده، ان انا كده كده او كده بشوح اللحمه بتاعتي او الحوايج او الفراخ. لازم تشوح الاول عشان تقفلي المسام بتاعتها، عشان تحتفظ بالميه بتاعتها والطراوه اللي فيها. وهنا الطماطم انا ركناها عندي على الرخامه جنب اهي، على ما اشوحها حلو، وبعد كده انزل عليها بالطماطم. بتفرق جدا جدا يا جماعه. هنزل بقى هنا بقى بالطماطم بتاعتي على طول كده. الطماطم كمني خلطها من بدري، شايفين عزلت ميتها لوحدها ولحمه الطماطم بتاعتها لوحدها، لان انا قمت من النوم خلطت الطماطم وركنتها. هقلب بقى كده تقليبه حلوه، واسيبها لما تغلي كده كويس.
وبعد كده ابقى ادخلها الفرن. تاخد لها غلوة هنا كده. وطبعا لو ما عندكيش فرن وحابة تسيبيها على البوتاجاز كده، يعني مثلا مفيش غاز مفيش كهرباء وحابة تسيبيها كده برضو شغالة، يعني براحتك برضو. هركنها بقى كده واشتغل في الرز بشعرية. طبعا عشان تعملي رز بشعرية انا بصراحة بعمل الكيس بيبقى طبسية الا شوية كده. بعمل الكيس وعليه طبسية من الرز. احنا 5 افراد بنتغدى نتعشى. ولو فات حاجة عادي بسخنها تاني يوم. بحمر كده، بنحب الشعرية يعني تكون كتير في الرز، ما يكونش مثلا حاجة بسيطة كده شعرية والباقي كلته رز. ايوه اسمه رز بشعرية، يبقى بيبقى النص والنص يعني. وزي ما تحبي، بس صدقيني بيبقى طعمه حلو قوي لما بيبقى طبسيه وطبسيه. بقلب كده الرز حلو. عايزه اقول لكم ان انت لو انت عملتي كده الغدا بتاعك، مثلا انا عملت كده الصبح اللي انتوا شايفينه ده، عملته الصبح وركنته، وبعد الساعه 2 قمت مطيبه الرز بتاعي غليت له الميه. يعني بحمر الشعريه واغسل الرز وابردهم واركنه. وعندي الطياب او ساعه الغدا قبل الغدا بساعه بقوم حاطه عليه الميه المغليه والملح بتاعه. وطيب معاكي بقى بيبقى خلاص انت فايقه ورايقه، ما تبقيش مزحومه في شغل البيت. وما عندكيش مثلا بتقولي مش فاضيه اعمل كذا وكل ده، لا فوق دماغي. بيبقى عندك وقت لما بتعملي الحاجه وتركنيها وتيجي بعد كده تطيبيها، بتفرق معاكي. ودي صينيه البطاطس اهيت في الفرن. على ما عملنا الرز كانت هي ما شاء الله اخدت لون. يعني هي يعتبر كانت واخده نص سوا من على البوتاجاز، يعني التشويح يعني يعتبر الحواوشي كانت داخله على السوا. بس برضو بتكمل سواها في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت بقى ايه ان انا اطلعها لانها خلاص هي كانت استوت. وطبعا زي ما قلت لكم يعني احنا خلاص هنغرف الاكل علشان الغدا. طبعا اللي هي مش بتغلي بقى كده. اول ما طلعتها شلت الرز نجلته هنا على الحله التانية وكان استوى كمان وطفيت عليه. وطبعا اديت لها غلوه بسيطه لان انا خلاص هغرف، بدل ما اولع الفرن واسخنها في الفرن، لا اديت لها غلوه بسيطه. يعني انا حتى كمان طفيت اهو. وهبدأ بقى ايه زي ما قلنا ان انا اغرف الاكل بتاعي. ده كان فيديو النهارده كده، يا رب تكونوا استفدتوا منه، مع ان احنا عملناه كتير. صينية البطاطس دي أصلا مشهورة. كل القنوات بتعملها بكام طريقة، وكل حد وليه طريقة. شايفين البطاطس طيبة أنا ماسكة التليفون بإيدي وبعمل، مش بصراحة مش بعرف أشتغل بإيدي الشمال. ربنا يا رب يجعلنا كده من أهل اليمين. عمالة أقطع البطاطس لقيتها مستوية وحلوة لأن ما كنتش اختبرتها أصلا وهي في الفرن. ده كان فيديو النهاردة كده، يا رب تكونوا استفدتوا منه واتبسطتم وتسليتم وطلعتوا منه ولو بمعلومة صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.